كم مرة مسكت تلفونك ولقيت نفسك بتقلب في صور وفيديوهات السودان؟ صور وفيديوهات توجع القلب، بتقفل التلفون وإحساس بالخنقة والحزن عليك حتى لو أنت في حتة آمنة جوا أو برا السودان. جزء منك لسه هناك قلقان على أهلنا وعلى بلدنا وعلى مستقبلنا. الحاصل في بلدنا ما مجرد أخبار بنسمعها، ده واقعنا وجرحنا كلنا، والقلق ده بنسميه القلق غير المباشر أو الصدمة غير المباشرة. تأثيره علينا كبير، لكن أكبر تأثير له على أولادنا والمراهقين اللي هم الجيل الجاي. ممكن تلاحظ إنه ولدك بقى انطوائي أكتر أو نومه متقلب أو بيسأل أسئلة أكبر من عمره. ليه الناس بتحارب؟ 200 نرجع بيتنا. ودي ما مجرد أسئلة، دي علامات إنهم خايفين وقلقانين. عقلهم الصغير بيحاول يستوعب حجم المأساة والمعاناة اللي بيمروا بها، وده بيخليهم عايشين تحت ضغط نفسي كبير. طيب في نص الوجع ده دورنا كأهل شنو؟ وكيف نقدر نكون السند والأمان للجيل ده؟ ودي 4 خطوات مهمة عشان نقدر نكون لهم سند وأمان. أولا، اتحكم في سيل الأخبار. صعب نقول ما تتابعوا أخبار بلدكم، لكن حاولوا ده ما يكون طول اليوم وقدام الأولاد. خصصوا وقت محدد وخلوا بالكم منه على المحتوى اللي بتشوفوه، وبلاش فيديوهات القتل والدمار الصعبة قدامهم لأنه صحتهم النفسية أمانة. 2، خليك مصدر الحقيقة المطمئنة. أولادك وخصوصا المراهقين بيسمعوا وبيشوفوا كل حاجة من السوشيال ميديا، وبدل ما تخليهم من المعلومات المغلوطة والإشاعات أقعد معاهم وقول لهم الحقيقة ببساطة. صح بلدنا بتمر بمحنة كبيرة، في ناس بتعاني، ودورنا نساعد بالدعاء واللي بنقدر عليه. الأهم اسمع منهم، خليهم يفضفضوا عن خوفهم وحزنهم من غير ما تحكم عليهم. 3، اخلق لهم مساحة أمان صغيرة. وسط كل الفوضى دي أولادك محتاجين يحسوا إنهم في حتة آمنة، والحتة دي هي حضنك، هي بيتكم، هي روتينكم اليومي. حاولوا قدر الإمكان تحافظوا على روتين، وقت للأكل، وقت للعب، وقت للمذاكرة. اعملوا حاجات بتفرحهم وتفصلهم شوية. احكوا لهم عن السودان الجميل اللي كلنا بنعرفه وبنحبه، عشان صورتهم عن بلدهم ما تكون بس الحرب والدمار. 4، اعترف بمشاعرك عشان تساعدهم. ما عيب انك تكون حزين او قلقان، من حقك، لكن مهم اولادك يشوفوك بتتعامل مع حزنك ده بقوة وصبر. قول لهم صحيح انا حزنان على الحاصل، لكن عندي امل في ربنا انه الحال حيتصلح، لانه لما يشوفوك متماسك ده بيديهم قوة وطمأنينة. حماية الجيل الجاي ما معناها انه نكذب عليهم او نخبي عنهم الحقيقة. حمايتهم معناها نديهم الادوات النفسية عشان يقدروا يتعاملوا مع الحقيقة دي. نوريهم كيف يكونوا حزينين على بلدهم وفي نفس الوقت عندهم أمل في بكرة، عشان لما تنتهي المحنة دي يكون عندنا جيل قلبه واجعه على بلده وعقله سليم ونفسيته قوية ومستعد يبني السودان اللي كلنا بنحلم به. شارك الفيديو ده مع كل أسرة سودانية بتعرفها برا أو جوا البلد. كلنا محتاجين نسند بعض في الفترة دي. واكتبوا لنا في التعليقات كيف بتحاولوا تحافظوا على نفسية أولادكم في الظروف دي، وربنا يصلح حال بلدنا ويحفظ أهلنا ويصبرنا كلنا. خليكم قراب من بعض وخليكم بخير، ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.